روبن هود شاب غني قرر يساعد الفقراء ويرجع لهم حقهم من الناس اللي المفروض انهم بيحموهم، بس طبعا مواجهة الفساد صعبة وكلها مغامرات، ويا ترى هينجح وهيرجع حقهم؟ عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل؟ اتفرجوا على ملخص فيلمنا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد، وكالعادة لا ننسى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. بيبتدي الفيلم مع ماري وهي رايحة تسرق حصان من الاسطبل بتاع روبن، وهو بيشوفها وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ قالت له عاوز اخد حصان من هنا لان جاري راجل كبير وحصانه مات ومش عارف يشتغل وعنده اولاد محتاج يصرف عليهم وانا عاوز اساعده، وده اسطبل ناس اغنياء ما يفرقش معاهم لما ينقص حصان، اكيد عندهم ابن متدلع وعنده كذا حصان. قال لها انا هخليكي تاخديه بعد ما اعرف اسمك. بتقول له انت مين؟ قال لها انا الواد المتدلع ابن الناس الاغنياء وصاحب الحصان. قالت له انا ماري. روبن بيعجب بيها وبكلامها وانها بتسرق علشان تساعد جارها، ومن ساعتها وهم حبوا بعض واتجوزوا وكانوا عايشين مبسوطين لغايه ما جاله جواب من المأمور بيستدعوه للحرب، بلغوا انه لازم ينضم للجيش ويروح يسلم نفسه ويخرج مع الحمله الصليبيه الثالثه ضد العرب، وفعلا راح سلم نفسه وخرج معاهم للحرب، وعدى عليه 4 سنين وهو بيحارب مع الجيش. وبنروح لشبه الجزيره العربيه وبنشوف روبن وهو بيحارب ونفسه الحرب تخلص ويرجع لماري، وفجاه حد ضرب عليه وعلى الناس اللي معاه سهام ومات كتير منهم. روبن مش عارف ضرب السهام ده جاي منين بالظبط، وكانت السهام كتير قوي. روبن بص فوق وشاف واحد واقف بآلة بيضرب بيها، بعدها روبن طلع البرج اللي بيضربهم منه، وقتها الراجل لما شافه ضرب عليه سهام كتير. روبن عرف يستخبى وطلع بالقوس بتاعه واداله سهم في صدره موته. بعدها نزل المحاربين اللي معاه ولقى صاحبه كلايت اخدوه وعلقوه من رجليه. روبن كان عاوز ينقذه بس ده كان كمين معمول ليهم، وكانوا موقفين واحد ضربهم كلهم بالسهام وبقى يصطادهم. روبن شافهم وضرب منهم ووقعهم، بس للاسف الهجوم عليهم كان جامد. القائد بورن قال لروبن يلا نمشي من هنا. روبن قال له مش هسيب كلايت. قال له ده امر مش بمزاجك، انا امرت الرماة يضربوا المكان بالحجاره والمكان كله هيتدمر دلوقتي واللي مش هيمشي هيموت. كان في واحد ملثم اسمه يحيى بن عمر، روبن شافه بيقتل منهم كتير، مرضيش يسيبه وفضل يجري وراه ومسكه وفضلوا يضربوا بعض. روبن شال الغطا من على وشه، راح هو خنقه بيه وكان هيموته. وقتها جه جندي وقطع ايد يحيى بالسيف وانقذ روبن من الموت، وقال له لازم تسمع الاوامر. اخدوا ورجعوا المعسكر بتاعهم. وقتها روبن شافهم بيعاملوا الاسرى ازاي وما كانش عاجبه اللي بيحصل منهم. الجنود كانت هتقطع راس واحد، روبن وقفهم وقال لهم بتعملوا ايه؟ ده واحد اعزل. القائد بورن قال له دي اوامر وانا بنفذها. روبن شاف يحيى بيزعق وبيطلب منهم ما يموتوش ابنه لانهم كانوا هيقطعوا راس سليم ابنه قدامه، وهو بيقول لهم ده ملوش ذنب علشان يموت، سيبوه وانا هقول لكم على كل المعلومات اللي اعرفها، او سيبوه موتوني انا بداله. بورن قال له بعد اللي ماتوا مننا ابنك لازم يموت، وامر بقطع راسه. وقبل السيف ما ينزل على سليم كان روبن حط سلاحه وانقذه وضرب الجنود اللي واقفين، وساعتها كتفوه وموتوا سليم. بعدها راح وقطع السلسله اللي مربوط بيها يحيى. بورن ضرب روبن بالسهم في صدره وقال للجنود خدوه يتعالج على السفينه الطبيه. بنشوف السفن كلها كانت راجعه مدينه توتنهام. وقتها روبن كان خف وبقى كويس، واول ما وصل ركب حصانه وراح القصر بتاعه علشان يشوف ماري، بس اول ما وصل لقى القصر مهجور وعليه ورقه بتقول ان المأمور حجز عليه. بعدها راح الكنيسه علشان يقابل صاحبه توك، وده راهب الاعتراف بتاع الكنيسه. توك لما شاف روبن قال له انت لسه عايش؟ احنا من 2 عرفنا انك ميت. وماري عملت جنازه والبلد كلها حضرتها. قال له مين اللي قال اني ميت؟ قال له المأمور ماركس. وبعدها اخذ القصر بتاعك وحجز عليه للضرايب وطرد ماري منه. مش بس كده، ده فرض على الشعب ضرايب كتير والناس حالتها بقى صعبه قوي ومش عارفه تعيش، وكلهم وداهم المناجم يشتغلوا هناك. روبن ساب توك وراح المناجم وشاف حاله الناس وهي بتموت ونايمه على الارض. وقتها اتصدم لانه شاف ماري وهي مع جوزها، مشي من قدامها وهو مقهور. وقتها شافه يحيى بن عمر وقال له انا بقالي 3 شهور معاك في السفينه متخفي، لو كنت عاوز اموتك كنت موتك قبل ما توصل هنا. قال له كنت موتني، انا رجعت لقيتهم موتوني من 2 ومراتي اتجوزت والمأمور ماركس دمر حياتي. يحيى قال له زي ما دمرتوا حياتي وقطعتوا ايدي وموتوا ابني ونهبتوا بلدي. روبن قال له انا اسف لان ما عرفتش انقذ ابنك. يحيى قال له بس على الاقل حاولت تنقذه، علشان كده جيت لك دلوقتي. روبن قال له عاوز مني ايه؟ قال له العدل، عاوزك تحط ايدك في ايدي ونحقق العدل، لان الغني بيدوس الفقير واللي معاه السلطه بيظلم الناس البريئه. قال له علشان اللي حصل لابني واللي حصل لك انت كمان لازم نوقف كل ده. روبن قال له انا وانت اللي هنعمل كل ده. قال له تعالى معايا، واخده وراح الساحه. المأمور ماركس كان مجمع الشعب وبيقول لهم ان العرب بيهددوا حياتنا وبيكرهونا علشان كده بحاربهم. يحيى قال لروبن احنا هنبتدي بده الاول. المأمور بيقول لهم انا بفرض عليكم الضرايب علشان احميكم لانهم عاوزين يقتلوكم ويحرقوكم. وقتها ماري اتكلمت وقالت له الشعب بيموت من الجوع ومش قادر على كل الضرايب دي. توم وصل وقال للمأمور انت قلت ان روبن مات وهو عايش،
ورجع مع اللي رجعوا من الحرب. وقتها روبن ويحيى مشوا وهم متضايقين من كلامه. روبن قال ليحيى لازم اشيله من منصبه، بس للاسف الجيش واقف معاه والكنيسه كمان بتدعمه. يحيى قال له لازم ناخد منه الفلوس اللي بيجمعها لانها مخليه عنده القوه والنفوذ، وتعاهدوا على انهم يسرقوا فلوس الضرايب. روبن اخد يحيى وراح القصر بتاعه وهما بيتكلموا سوا. وقتها جت ماري وندهت على روبن. يحيى قال له ما تقولهاش على خطتنا عشان لو اتقبض علينا تفضل هي بعيد وفي امان، ويا ريت ما تقابلهاش من اساسه وتبعد عنها الخطر. يحيى قال له لازم اعلمك كل حاجه نعرفها. وابتدوا التدريب على النشان بالسهم. يحيى قال له انت بطيء قوي. فضل وراه لحد ما وصل للسرعه بتاعته. بعدها عمل له تمرينات لياقه وعلمه يضرب بالثلاث واربع سهام في وقت واحد، واداله دروس في القتال ازاي تهجم بسرعه وتختفي بسرعه. بعد ما جهزه تماما قال له لازم تروح تقابل المأمور وتتبرع بمبلغ محترم للحرب علشان تكتسب ثقته وما يشكش فيك بعد اللي هنعمله. روبن قال له اتبرع منين؟ انا مش معايا فلوس. يحيى قال له احنا عندنا طلعه النهارده. وقتها كانوا هيسرقوا مكان بيجمعوا فيه فلوس الضرايب، ولما وصلوا هناك شافوا رجاله المأمور وهم بيضربوا الناس وبياخدوا الفلوس بالعافيه. في الوقت ده روبن ظهر وهو مخبي وشه وضربهم كلهم بالسهام وموتهم واختفى في ثواني. الباقيين دوروا عليه وما لقوهوش، جالهم وضربهم واخد الفلوس. بعدها لبس كويس واخد الفلوس وراح للمأمور علشان يتبرع للجيش. المأمور لما شافه قال له انا مبسوط انك رجعت وما تزعلش مني لان اخدت القصر والمزرعه بتوعك كله علشان الجيش ومصلحه البلد. روبن قال له انا عارف انك بتعمل لمصلحتنا وكمان جيت علشان اتبرع، لازم كلنا نساعدك. بعدها راح الكنيسه وكانوا بيلموا تبرعات من الاغنياء والكل كان بيحط فلوس قليله. روبن فضى كيس مليان فلوس وكلهم بصوا عليه وشافوه هو اتبرع بكام وسقفوا ليه. والمأمور قال له انت بتحرجنا بكرمك ده كله. وهو ماشي ماري راحت تقول له انا جيت البيت علشان اشوفك. قال لها مش عاوز اتكلم معاكي، انت وعدتني انك هتستنيني على مرجع. قالت له هم قالوا لي انك ميت. يحيى نده عليه علشان يمشوا. اخدوا وراحوا المكان اللي بيجمعوا فيه الضرايب وقتلوا كل الموجودين ولم الفلوس وهرب. روبن اخد كيس فلوس وحطه عند بيت ماري. بنشوف توم وهو رايح للمأمور بيقول ان الفلوس اللي لموها يوم الكنيسه اتسرقت واللي بيلم فلوس على الطريق اتسرقوا. المأمور قال له مش عاوز حد يعرف من الكنيسه ان الفلوس اتسرقت، وكمان زود الحراسه على الخزنه وعلى اي فلوس تتلم تاني. بنشوف توم وهو عند ماري وبيقول لها المأمور هيتجنن على الفلوس اللي اتسرقت. ماري قالت له في حد جاب لي كيس فلوس وحطه على باب بيتي. قالت له كان نفسي يوزعهم على الشعب الغلبان بدل ما يجيبهم لي. بعدها روبن راح يسرق الخزنه وهو راكب الحصان وبقى يرمي على الناس فلوس ويجري. ماري شافته على الحصان وعرفت ان روبن هو اللي بيعمل كده. بعدها السلطه الكهنه بتوع الكنيسه والمأمور عملوا اجتماع وكان روبن موجود، عاوزين يشوفوا حل للسرقه الكتير اللي بتحصل. روبن قال لهم نعمل مكافاه للي هيدلنا على السارق وانا هدفعها من جيبي لغايه ما يتمسك او يتقتل، هفضل ازود المكافاه. بعدها روبن قال ليحيى المره الجايه عاوز اسرق الخزنه نفسها. يحيى قال له ده صعبه، انت عارف الحراسه عامله ازاي. فكروا في خطه ونفذوها. يحيى وقف وعطل العربيه اللي عليها الفلوس وروبن استخبى تحتها ودخل معاها الخزنه ووصل لغرفه بيعدوا فيها الفلوس. وقتها في واحد شافه ونده على الحراس وضربوا عليه السهام وهو كمان ضربهم، والحراس كانوا كتير وهو فضل يضرب فيهم لغايه ما جاله سهم في رجله. روبن طلعه وقام والحراس كلهم اتلموا وكانوا هيمسكوه وهو هرب للسطح. وقتها يحيى كان بيجهز لحريقه واستناه بعربيه. روبن فضل ينط لغايه ما ركب معاه ومشيوا والحراس جري وراهم. يحيى ولع في المكان علشان يشغلهم ويعطلهم على ما يهربوا. وهو بيهرب الناس عرفوا انه الملثم اللي حدف عليهم الفلوس وبقوا فرحانين بيه. بنشوف المأمور وهو رايح الكنيسه لان الكاهن طلب يقابله. وقتها قال له ان رئيس الكنيسه عارف اللي بيحصل وجاي من روما مخصوص. المأمور قال له الحرامي هرب وما خدش فلوس من الخزنه. الكاهن قال له مش موضوع فلوس، ده خلى الشعب هيتغير علينا وبقى ليهم صوت بعد ما كنا دايسين عليهم وساكتين. الكاهن قال له لو ما سيطرتش وقبضت على الحرامي هنجيب واحد غيرك يمسك مكانك. وقتها توم راهب الاعتراف كان واقف وسمع كلامهم. بعدها المأمور بعت جاب القائد بورن ومعاه قواته علشان يقبضوا على الحرامي. نروح لروبن وبنشوف يحيى بيعالجه وبيقول له ان رئيس الكنيسه جاي من روما وعاوزين نعرف هيعمل ايه مع المأمور. روبن هيكون موجود لانهم بعتوا له ودعوه علشان يحضر الحفله. توم بعت دعوه لماري علشان يحضر الحفله وكانوا عاملين خطه. ونروح للحفله ونشوف توم وهو بياخد المفتاح من خادم الكنيسه من غير ما ياخد باله واداه لماري اللي دخلت تدور في الاوراق على حاجه تدين رئيس الكنيسه، واخدت ورقه عليها ختم الكنيسه بس مكتوبه بالعربي. بعدها بنشوف روبن قال لتوم انت واثق فيا؟ قال له اه طبعا. دخل قدام المأمور ورئيس الكنيسه قال لهم ده سرقكم واخد المفتاح من الخادم. الخادم بص ما لقاش المفتاح معاه. رئيس الكنيسه قال للمأمور اقتله. لما جه يقتله روبن قال له استنى لازم يعيش والناس تعرف ان الراهب بتاعهم حرامي. رئيس الكنيسه سالهم مين ده؟ المأمور قال له ده روبن شاب محترم وانا بثق فيه. في الوقت ده روبن سمع رئيس الكنيسه بيقول للمأمور الفلوس اللي بنساعد بيها جيوش العرب علشان الحمله تفشل ونفضل في السلطه والحرب تفضل شغاله، المفروض توصل ليهم في خلال 4 ايام. المأمور قال له المبلغ لسه مش جاهز. قال له اتصرف مفيش وقت. ماركس قال له خلاص هبعت رجالتي للمنجم علشان يسرقوه، هاخد كل حاجه من الشعب وبعدها هولع فيهم عشان يرجعوا مذلولين تاني ومكسورين. قال له روح ربنا يوفقك. روبن خرج بسرعه ليحيى وقال له لازم نروح المنجم بسرعه. وفي الوقت ده ماركس بعت كل
قوته هناك. وقتها كانت ماري وجوزها عاوزين يعرفوا الورقه اللي اخدتها ماري من الكنيسه ومكتوبه بالعربي ومضى عليها رئيس الكنيسه مكتوب فيها ايه. في الوقت ده جه قائد بورن للمنجم وقال للناس جمعوا كل حاجه تملكوها وحطوها للكنيسه علشان الحرب، واللي مش هيعمل كده هيبقى خاين. وضربوا الناس وولعوا في بيوتهم. ماري بقى بتضرب الجنود وبورن جه وخنقها، وهي ضربته راح مديها قلم نزلها على الارض، قال لها عجبتني شجاعتك وهاخدك معايا. روبن ويحيى كانوا وصلوا وشافوا الجنود وهم ماسكينها وحطوها في صندوق وقفلوا عليها. روبن ويحيى نطوا على العربيه ورموا الجنود واخدوها وجريوا بالعربيه. بورن شافهم وقال لهم انا عاوزكم انتوا. بورن قال لرجالته هاتوهم قدامي حالا. الجنود جري وراهم وروبن ضربهم بالسهام وطلع ماري من الصندوق، وبورن ركب حصانه وحصلهم. روبن نط ومسك حبل ونط على عربيه بورن وخنقه، والاتنين ركبوا الحصانه وبورن قال لهم اضربوا الحصان. ولما ضرب روبن نط من عليه نزلوا على عربيه يحيى وماري. وقتها كان في واحد ضرب عليهم سهم وقع الحصان والعربيه وهم نطوا منها، والحراس وصلوا وكانوا كتير. يحيى قال لهم انت وماري وسيبني معاهم. هم هربوا وهو اتقبض عليه. روبن قال لماري ان المأمور ورئيس الكنيسه ناس فاسدين ومتفقين انهم يخسروا الحرب ويفضلوا ينهبوا الناس. ماري قالت له انا معايا الدليل على كلامك. قال لها يبقى لازم الناس تعرف. نروح لماركس وهو عايز يعرف من يحيى من اللي بيسرق فلوس الضرايب، وبيقول له هموتك زي ما موتنا ابنك. يحيى قال له انا اللي موتك. نرجع لماري لما راحت بيتها شافت جوزها بيلم حاجته وبيقول للناس لازم نمشي من هنا، والناس مش عاوزه تمشي. وقتها جه روبن وقال له المأمور اعلن الحرب علينا بسببك. روبن قال له لازم تعرفوا انا مين وكشف وشه. روبن قال لهم انا من 4 سنين رحت احارب مع الجيش وعرفت دلوقتي انها كانت كدبه، لان المأمور ورئيس الكنيسه متفقين ان الحرب تفضل مستمره علشان يفضلوا ياخدوا منكم فلوس للحرب. اللي جمعوه رايح للجيش كمان 3 ايام. ماري قالت لازم نوقف الفلوس قبل ما تخرج من هنا. روبن قال لهم انا كنت غني ورحت احارب علشانكم، ولما رجعت سرقت الفلوس ورجعتها لكم. دلوقتي جه دوركم انكم تساعدوني. كلهم قالوا له احنا معاك. روبن راح لويل ومد ايده عليه وقال له حط ايدك في ايدي، وراحوا كلهم لتوم علشان يساعدهم. وعرفوا من الورق اللي مع ماري ان الكنيسه عامله رواتب للملوك العرب علشان تفضل الحرب مستمره. وقتها عملوا اجتماع للناس عند روبن في القصر وعملوا خطه وهينفذوها. الشعب كله عمل اقنعه زي روبن علشان يلبسوها. بنشوف رئيس الكنيسه بيقول طول ما السارق حر وما اتقبضش عليه الفلوس في خطر وروحوا اقتلوه وقلبوا المدينه وغرقوها بالدم لغايه ما يظهر، لان عربيه الفلوس دي لو اتسرقت كلنا هننتهي. المأمور خرج بنفسه يحرسها ومعاه الجيش كله، وفي نفس الوقت روبن واللي معاه اتحركوا وبيستعدوا. وبنشوف يحيى وهو بيموت الحارس اللي بيحط له الاكل وخرج من الحبس ولقى المكان فاضي وكلهم راحوا مع المأمور. والخرج ومعاه الشعب كله لابسين ماسك على وشهم زي روبن. وقتها روبن وقع الصليب قدام العربيه وعطلها، والشعب هجم على رجاله المأمور وضربوهم وولعوا نار وهجموا عليهم. وفي الوقت ده كان توم مولع نار تحت الارض، والارض انهارت تحت عربيه الفلوس والعربيه نزلت تحت الارض. روبن فتحها واخد الفلوس كلها ونقلها، وقبل ما يهرب بورن كان هيضرب ماري. وقتها روبن اخد السهم بدلها ودخل صدره، وهي بتشده من صدره جه ويل وشافهم وكان معاه شعله في ايده. وقتها واحد خبطه على دماغه ووقع على الارض ووشه اتحرق من الشعله. بورن نزل لهم وماري شدت حبل وقعت الحجره والمكان اتقفل عليهم بالطوب. بورن لما شاف روبن قال له اللورد روبن هو الحرامي، وفضلوا يضربوا في بعض لغايه ما ماري خبطت بورن على دماغه ورجعوا تاني علشان يدوروا على ويل. لكن روبن لما شاف الجنود والشعب بيموتوا بعض قال لهم وقفوا كفايه موت، انا هروح معاكم وكفايه دم. والجنود اخدوه عند المأمور اللي اول ما شافه قال له انت اللي عملت كل ده. روبن قال للملك هيعرف انك خاين، ساعتها هيموتك. وقتها ماركس كان ماسك السكينه وهيموت روبن. الحارس اللي كان واقف مع الحراس يبقى يحيى. وقتها ضرب ماركس وموت الحراس وشنقوا ماركس بحبل وعلقوه. روبن قال ليحيى انت ايه ب7 ارواح. بعدها راحوا لتوم وباقي الشعب كان معاهم الفلوس. بنشوف رئيس الكنيسه وهو معاه ويل وبيقول له انت القاضي الجديد بتاعي هنا، انا هعينك المأمور الجديد. وعمل له اجتماع مع الشعب. ويل قال لهم لازم تساعدونا نقبض على اللي سرقنا وسرقكم، ومسك صوره روبن. وقتها روبن ضرب سهم على الصوره وقال له يا اهلا بالمأمور الجديد. وهنا بينتهي ملخصنا الفيلم النهارده، ونشوفكم في ملخص جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان تشوفوا كل ملخصاتنا الجايه ان شاء الله. سلام.